السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا اتمنى منكم ما تنسوش الدعاء لابويا بالرحمة والمغفرة، وان ربنا يجعله دايما من اهل الجنة ويصبرنا على فراقه وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب. حاجة تانية كمان عايزة الشخصيات اللي مش بتحبلي الخير أتمنى منها إن هي تعمل إلغاء المتابعة على صفحتي وما تتابعنيش، لأن أنا مش عايزة متابعتك ليا. تمام؟ يا ريت تخرجي من القناة خالص. اللهم ابعد عني كل عين تكره أن ترانا سعداء مرتاحين البال، واحفظنا منهم واكفنا شر خلقك يا رب. رب بعد عني كل من يظهر حبهم ليا وفي بطنهم خبز لا ينتهي. ربنا يبعدني عنهم يا رب. ان في شخصيات مريضة كده بتبقى موجودة في حياة الانسان، تبقى بتظهر لك حبها و... وان حبالك الخير ومش عارفة ايه، ومجرد ما يبان عليكي حاجة نعمة من عند ربنا او يبان عليكي حاجة كويسة تكرهك، وكل اللي كل الكره اللي في داخلها بيطلع لك حقيقي فعلا. ربنا يبعدني عنهم يا رب دايما ويبعدكم عنهم انتوا كمان. لكل اللي بيحبوني طبعا ربنا يبعد عنكم كل وحش، ربنا يبعد عنكم اي حد يأذيكم بنظرة او بكلمة او بشيء وحش جواهم ليكي. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا النهاردة. هنخلي طبعا هنعمل الفسيخ في البيت. طبعا انا الفسيخ ده محدقه تحدي في جوزي، لان جوزي قاعد يقول لي هتبوظيه، هتعمليه انت ما بتعرفيش تعمليه، انت مش عارف ايه. المهم تحديت نفسي وتحديته ان انا هطلعه فله ان شاء الله، وهطلعه احسن من بتاع الفسيخ. زي ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو غسلته غسله كويسه جدا جدا، لغايه ما طلعت منه اي حاجه وحشه في الخياشيم بتاعته. طبعا بيبقى في حاجات سودة كده من البحر بتبقى في الخياشيم، فغسلتها كويس جدا. حطيته يتصفى حوالي 6 ساعات كاملين لحد ما السمكة نشفت زي ما شفتوا معايا في المصفى. حطيته على وشه كده من دماغه لتحت عشان يصفي كل ميته. بعد ما اتصفى نشفته بالمناديل كويس جدا برضو، وحطيت كده في الخياشيم بتاعته مناديل علشان تشفط اي ميه برضو، لان عايزه السمكه بتاعتي ما يكونش فيها نقطه ميه، تكون ناشفه جدا، لان الميه لو فيها نقطه ميه هتبوظ معاكي الفسيخ. تمام. بعد ما نشفته وحطيت المناديل في كل الخياشيم بتاعت السمك كده زي ما شفتوا، جبت معايا بقى ملح الخشن اللي انتوا شايفينه ده، ومعلقتين كده من الشطة، ومعلقتين كده ايه من الكركم. تمام. الكركم دي في الفسيخ بتعتبر مادة حافظة للفسيخ، بتحفظه من اي حاجة، بتحفظه من العفونة من الحشرات، فاهمني. بعد ما خلطت كده وحطيت طبعا معلقتين زيت زي ما شفتوا، عشان الزيت ده بيطري معاكي السمكة، بيطلعها معاكي طرية كده وزبدة. تمام. قلبت كله ببعضه الخلطة، الملح والشطة والكركم بيبقى مندي كده زي الرمل. تمام. باخد منه كده وبحط طبعا في الخياشيم بتاعت السمكة، بملاها كده ملح. وطبعا ما ننساش بق السمكة، شفتوا انا بشيل المناديل مطلعة برضو بلاوي زي ما شفتوا كده. بعبي الخياشيم كده زي ما انتوا شايفين، وما ننساش طبعا بق السمكة لازم احشيه برضو ملح. تمام. وابدا ان انا احط على ظهرها كده وعلى وشها، واعمل لها زي مساج كده عشان اطلع الشوكة بتاعت السمكة منها زي ما انتوا شايفين كده. كأني بعمل مساج كده للسمكة، بطلع الشوكة من اللحم بتاع السمكة. زي ما هتشوفوا برضو معايا في اخر الفيديو السمكة بتطلع معايا من الفسيخة. يعني بصوا مش عايزة اقول لكم بكل سهولة، لان السمكة معايا الفسيخة طالعة معايا زبدة. طبعا انا كنت خايفة جدا للفسيخ يطلع معايا مش حلو واخسر التحدي ده مع جوزي، وان هو يقعد يقول لي انا قلت لك انا انت مش هتعرفي، انت فاشله، انت مش عارفه ايه الكلام ده كله. لكن انا تحديت نفسي وتحديته ان انا هطلعه احسن ما احنا بنشتريه، وبالفعل طلع معايا احسن بكتير ما بنشتريه، وحاجه نظيفه وحاجه انا منضفاها بنفسي و...
وايه وتكون حاجة كويسة. وتخيلي انتوا بقى الأعمال اللي أنا عملتها دي كلها. طبعا مفيش حد بتاع فسيخ بيغسل السمك بالطريقة دي، ولا بيعمل فيه اللي أنا عملته له ده. أنا على رأي ولادي وأنا بعمله قالوا لي انت بتعملي عملية للفسيخ يا ماما، للسمك يا ماما، مش بتعملي فسيخ حقيقي بجد. عشان طبعا انا اللي هاكل منه انا وولادي، فلازم انا انضف عليه، فاعمليه بالطريقه دي صدقيني هتاكلي انضف واطعم فسيخ في حياتك. تمام. هنا طبعا المطلوب ايه بعد ما عملتيه؟ عبيته كله ملح كده زي ما انتوا شفتوا. مش هحط فيه اكياس بقى، هجيب ستريتش راب زي ما انتوا شايفين، وهلفه كويس جدا كل اتنين مع بعض. هلفه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، طلع اي منه اي هوا فيه، لان طبعا وجود الهوا مع السمك في فترة التخليل بيدخله حشرات زي ما احنا عارفين. فحاولي تطلعي منه اي هوا خالص، وتضغطي عليه جامد كده وانتي بتلفيه بالاسترتش راب. تمام. عشان تضمني نضافته يعني، وان هو يفضل معاكي تمام ما يدخلوش اي حشرات ولا اي حاجه. طبعا برش كده رشه من الملح والشطه والكركم الخلطه بتاعتي على الكيس على الاسترتش راب، وبعدين بروح هحط سمكه كده وسمكه التانية عكسها، اتنين عكس بعض، وبروح ايه لفه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. تمام. طبعا برش عليهم ملح وهم برضو في الاسترتش راب كده زي ما انتوا شايفين معايا. تمام كده. انا الفيديو ده انا كنت حابة ان انا اخلي السمكة الصغيرة، لان احنا من النوع اللي مش بنحب الفسيخة الكبيرة، السمكة الكبيرة. بس طبعا هي جت معايا صغيرة قوي، يعني في حجم بيكون وسط، وفي حجم بيكون كبير قوي، وفي حجم بيكون صغير. السمكة دي طلعت معايا صغيرة زي ما شفت معايا كده بقى. لفيت كل اتنين مع بعض بالطريقة اللي انتوا شفتها دي. هجيب كيس ابيض معايا كده وهفضل الفه كده لفة حلوة، لفة محترمة، اطلع منه اي هوا برضو. شايفين اللفة دي؟ هجيب بقى كيس اسود معايا عشان طبعا ايه يكون ما يكونش فيه اضاءة داخلاله، وهحطه في مكان في المطبخ ما يكونش داخله اي نور. لفيته كويس جدا في الكيس الاسود، وحطيته في العلبة اللي انتوا شفتوها دي، وركنته في ظرفة من التقفيل جوه خالص مش داخله اي نور. تمام. عدى هنا كام يوم بقى؟ عدى هنا 7 ايام بالظبط، 7 ايام بالظبط. تعالوا اتفرجوا معايا بقى كده على شكل الفسيخة. تحفة، تحفة بصراحة. انا بصراحة ما اكلتش فسيخ في حياتي بالطعامة دي. آه تعالوا بقى اقول لكم على رأي جوزي في الموضوع ده، في الأكلة دي، في الفسيخ ده. طبعا هو كان قايل لي هتطلعيه وحش ومش هتعرفي، واللي بيخللوا السمك ده لهم ناسهم ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانت مالكيش في الحاجات دي، وبلاش تدخلي نفسك في اللي مالكيش فيه. وسمعت كلام كتير منه. تعالوا بقى شوفوا بقى الرد بتاعه. آه بصوا، هو في البداية قال لي ما عدتيش تعملي مش حلو، بس كانت وشه بتضحك وهو بيقول لي الكلام ده. فاهمين ازاي؟ انا بصراحة اتصدمت، لان انا شايفاه فعلا حلو، وشايفاه يعني ملحه مظبوط، نظافة مفيش بعد كده، طعم تحفة. فاستغربت من رده جدا. فبعدين انا لقيته هو بيقول لي وشه بتضحك، فبعدين راح قال لي ايه، بصراحة انا ما عدتش واكل سمك من بره خالص، ما عدتش واكل فسيخ من بره خالص. بعد كده هجيب لك انا السمك وانت خليلي. اقسم بالله هذا حصل. فصدقيني بجد بلاش تروحي تشتريه بقد كده. لا، انت هتجي تشتري السمك بنص تمن الفسيخ اللي انت بتشتريه، وهتعمليه بنظافة وبطريقة ما فيش اسهل من كده. اقسم بالله سهلة جدا وبسيطة، ما بياخدش وقت، ما بياخدش حاجة. بل انت كمان هتعملي حاجة، يعني شغل ده تعتبر شغل بيتك، يعني حاجة بتنظفيها في بيتك. وكمان في ناس ممكن تعملوا مشروع من بيتها، ان هي تخلل وتبيعه. بصراحة يا جماعة بتوع الفسيخ دول بيكسبوا اضعاف اضعاف. يعني السمك ده انا جبته، يعني انا كنت شارياه مش فاكرة، بس بسعره بسيط مش كتير. الفسيخ دلوقتي الكيلو ب240 جنيه. انا عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي كانت كيلو ونص، لان السمكة صغيرة ما كملتش ال100 جنيه. فاهمين ازاي؟ آه، بصراحة نظافة وطعم مفيش بعد كده. شايفين السمكة
عاملة ازاي؟ الشوكة اللي في السمكة بتطلع معايا بكل سهولة وبسلاسة خالص، واللحم بتاع السمكة زبدة زبدة بصراحة، فسيخة معايا طالعة زبدة زي ما انتوا شايفين. بعيش بقى تاكلي بكشري، تاكلي بألف هنا على قلوب كل حبايبي اللي بيحبني. بس الفيديو ده للي بيحبني بس، اللي بيكرهني واللي بيكره لي الخير واللي بيكرهني، اللي دايما ما بيحبش يشوفني مبسوطة، يا ريت يلغي متابعته من عندي وما يتابعنيش ولا يعرف حاجة عني. اقسم بالله يا جماعة، احنا لو حبينا الخير لبعض ربنا فعلا هيكرمنا وهيوسع علينا كلنا. انما طول ما انت جواكي سواد لغيرك وجواكي حقد لغيرك على اي حاجة، ان شاء الله ربنا مش هيكرمك وهيخليكي زي ما انت كده على طول. اتمنى طبعا منكم تدعموني باللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة.